بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صلوا عليه وسلموا. كراكم أخواتي وأمهاتي، إن شاء الله تكونوا قاع بخير وبأحسن الأحوال إن شاء الله. كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة أكثر من رائعة واقتصادية. مكاش حاجة اقتصادية أكثر من هذه، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا نروحوا للطريقة تاع التحضير. نحتاجو كما راكم تشوفوا طنجره تاع الضغط، اي طنجره عندكم نديروا فيها شويه تاع الزيت ونديروا فيها شويه تاع البصل. هنايا حوالي حبه تاع بصل تكون متوسطه، هنايا قطعوها هكا مكعبات رقاق ولا رابوها كيما تبغوا. غادي نقلو مليح هذا البصل هذا مع الزيت ونبداو نضيفوه في التوابل تاعنا. هنايا بعد ما يبدا البصل تاعنا يتقلى نضيفوه هنايا ملعقه كبيره عفوا صغيره تاع الكركم تكون مملوءه. هنا نضيفو فاني ملعقه صغيره تاع الفلفله الحمراء الحلوه، لازم تكون حلوه ما تكونش هذيك الحاره. نضيفو هنايا نص ملعقه صغيره تاع الفلفل الكحل وشويه تاع سكنجبير ولا الزنجبيل كما راكم تشوفوا فيه ثاني مطحون، ونخلطوه هنايا التوابل مع هذيك البصل حتى يدخل لها الطياب هذاك البصل تاعنا هكا باش تجي لنا المرقه تاعنا خاطره وبنينه. وهنايا نبداو نضيفو في الطماطم. هنايا اللي عندها ترابي حبه تاع الطماطم وتضيف معاها نص ملعقه صغيره تاع الطماطم المصبره، واللي ما عندهاش انا ما عنديش درت الطماطم هذيك الجاهزه غادي نقليها مليح. اللي عندها ترابي حبه طماطم كبيره مع نص ملعقه صغيره تاع الطوماط تاع القوطي، طوماط هذيك المعلبه. غادي تقلي مليح هذيك الطوماطس مع هذاك البصل ومع هذاك التوابل، ونبداو نضيفوه في الخضر تاعنا. كما قلت لكم وصفه سهله وبالخف تندار وصدقوني تجي بنينه. على بالي باللي بزاف الاخوات يعرفوا يديروا هذا الطريقه، هنا غير بغيت نذكركم بها والمبتدئات ثاني يتعلموا ويديروها. هنا غادي نضيف الخضره تاعنا. هنا عندنا البطاطا بعد ما نقيتها وغسلتها، وحتى الجزر ثاني نقيته وغسلته هكا. غادي نضيفوهم مع بعض ونضيفوا واحد النص غرفيه تاع الجلبان. هنا اللي ما عندهاش الجلبان ممكن دير غير البطاطا وزروديه، هنايا غير اختياري هذا النص غرفيه تاع الجلبان، واحد الكمشه هكا تاع الجلبان. هنا نديروا يا اما قبضه هكا تاع قزبر ولا تاع معدنوس اللي عندكم. وهنايا نمرقوا بالماء ونديروا الملح يكون على حسب الذوق. هنايا الماء ما ديروش الماء بزاف، غير قد اللي تتغطى لكم هذيك الخضرات تاعكم وصايب هكا باش تجيكم هذا المرقه تاعكم تجيكم عاقده وثقيله. لازم ما تكثروش الماء، غير قد ما تتغطى لكم هذا الخضرات تاعكم. هنا غادي نضيف الملح ونغطوها ونخلوها طيب حتى تثقل معانا هذيك الخضره وينشف معانا هذاك الماء. وهنايا بعد ما طابت المرقه تاعنا جات على هذا الشكل هذا، وكانت هذه هي المرقه تاعنا تاع نهار اليوم. ما تنسوش البنات الاعجاب بالفيديو، والاخوات اللي دخلوا جدد مرحبا بكم غالياتي. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.